منذ أكثر من 20 سنة انتصب سوق محمود في مدينة تطاوين، والذي سار بسرعة قبلة الحرفاء من كل مكان. فإن جئت إلى تطاوين فلتمر على سوق محمود إن رغبت في قضاء حوائجك أو شراء ثياب، وحتما ستجد ظلتك بأفضل الأسوام وبالشكل واللون الذي تبغيه. سوق محمود أو السوق الذي سمي باسمه محمود هو ليس بطلا قوميا أو زعيما سياسي، هو العم محمود بن منصور، تاجر الملابس الجاهزة، صاحب 63 سنة والأب ل4 أبناء. كيف كانت بدايات عم محمود؟ في البدايات هي قبل يعني صغر شويه من 25 هكاك مشيت لفرنسا، ما مشيتش معي الوقت، ما مشيتش معي، روحت هنا بشوي ولات لقيت روحي غادي خير من غادي. تو انا عندي خوتي غادي ولا بنتي غادي، حتى يقولوا لي تعال ما عادش نحبها، ما مشيتش معي البلاد الكل. انا ريت هنا في تونس وخدمه في البلاد ذاتي نلقاها مشيت معي والحمد لله. هذا شو نجم نقول. محمود والذي غير واقع حي سكني إلى سوق يقصده القاصي والداني. الحومه هذه كانت حومه راكحه، ما فيها حتى مواد غذائيه ما فيهاش مبدئيا ساعه، حتى حانوت مواد غذائيه ما فيهاش. حومه سكن هكو حلينا على بركه الله. شنو ما قلت لك، بدينا بالرواحه بشوي يعني راس مال ضعيف ما راس مال 72 دينار تقريبا من الاول نقول لك من الاخر. كابيتال خضار صغير زاد، حتى لي ولا نمرشوا بشوي بالثقه، يعطينا واحد سلعه ونزودوا بشوي ونمشوا لليبيا ونجوا ونمشوا للجزائر ونجوا بشوي ونجيبوا في سلع. والحمد لله تو ولت سوق كامل، حلت برشا رزاق بتاع حوانت، برشا ناس خدامه ولت. عم محمود التاجر البسيط والذي كان سببا رغم المنافسة إلى خلق مواطن شغل وفتح عديد البيوت. فما يجي 72 حانوت حسب، هم ما قلقونيش بالعكس، زاد تكون السوق وتريقل. وحتى الكراوات قبل هنا كان ب 70 دينار، تو الناس مشعله في النار كري ولا 300 و350 و400، والله يخدموا البنوت كل تخادم تبارك الله، وديما نقصي خدام ديما. المهم فما الخدمه موجوده برشا البنوت، ارزاق ولا تبارك الله انحلت ليهم هنا ما شاء الله. ورغم مرور زمن على انتصابه يبقى سوق محمود محل ثقة الجميع، ورواده من جميع الأعمار والأجناس وخاصة النساء، وذلك لبعده عن المظاهر الشاذة التي قد نلاحظها في أسواق أخرى. اللي خلي المساوين يجوا فما ثقة في الحومة، وما هناش مشاكل وما هناش شبابك المتخاف، يعني يبعث واحد متهني يعني بحول الله ما فهمتش. والحمد لله بالنسبة لي أنا قاعدين نخدم السوق كله يخدموا والحمد لله، وخاصة في المناسبات بارك الله تخدموا كلها. فما في كذا في شتي شوي ساعات ضربات هيك ناس تركها، اما سوق نعرفها من الاخر، السوق نعرف ياسر ولا زي سوق ليبي ولا سوق فلان معقول. عدة عوامل ساهمت في نجاح تجارة هذا الرجل والسوق عموما، ومنها دماثة أخلاقه وثقة حرفائه به وأسعاره التنافسية. ولا يصير نجاحي الثقة ونجيبه في الرخص شويه زاد ما الربح يعني بسيط وناخذه بزايد، فهمت يعني ما نديروش هيك الطوب، يعني نجيب نبيع نصور دينار ونبيع 10 كعبات خير من نجيب ندير اسهم، فهمت هاي. ونوعوا في السلع الواقع، نوعوا نجيبوا ديما وربي يبارك لنا فيها والحمد لله. هاي فما يجي 70 و 80 حانوت تبارك الله، ومعروف تو اللي تعرف غادي يقول لك على كارفور لا في سوق فلان، يعني معروف ولد الحمد لله.